إنها العين، إنه الحسد. ولو تبغى تجرب هل العين والحسد متفشي، افتح استراحة واكتب عليها استراحة للرقية الشرعية. كان تلقى السيارات اللي عندك على مسافة كيلو. ما الذي جرى في الناس؟ ما الذي غيرهم؟ إن مرض من أمراض عداء نعم الله لبعض الناس انتشر هذا الداء إلى أن استودع أبدانا معصومة، وما أصيب زمن كإصابة هذه الأزمان. وهناك فرق بين الحسد وبين العين. الحسد غالبا تكون منشأه غل وحقد وسوء في القلب والطوية، هذا حسود. العين قد تكون استعظاما وإعجابا. بعض المسلمين الآن أسير حزين، بعض الناس كان مورد الخدين مبتسم، الآن حزين مسمر، هالات سود، ينظر للحياة من ثقب إبرة ولا يتنفس إلا مع ثقب إبرة، يكره الحياة. ويشخصونه بعض أطباء النفس اكتئاب، ويختلط مع الاكتئاب رهاب، ومع الرهاب وسواس قهري، يحب العزلة، كان شجاعا فبات يخاف وهو من الداخل يتعذب. سببها لربما حسد أو أنه عين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عين الجان ثم أعين الإنس. أعين الإنس أنا وأنت نستطيع رده بالتحصن، نرده كيده إليه، لكن الكلام الذي لا تراه أليس أخطر؟ أن يكون عدوك لا تراه، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. لكن أقول اسمع قول الحبيب: أكثر ما يدخل أمتي القبر العين. وفي حديث: لا تزال العين بأحدكم حتى ترديه من شاهق. انتحارات، وهذا يقتل والده، ليه يروح للمخدرات، مريض نفسي يريد الراحة، سببها إذن لربما المنشأ العين. مسلم الآن يتعذب، ترك عياله، طلق امرته، ترك وظيفته، جاه اكتئاب، سببها أنت. خاصة أن بعض الناس يعرف من نفسه أنه عدو لنعم الله على خلقه. مريض الحسد، مريض العين، مريض التلبس، مريض السحر، هي القرآن، هو القرآن، وهو بيد من ضرب به بقوة. أي حاسد، أي ساحر، أي عين، جن أو إنس، أنت أقوى منها إذا أولا تحصنت في الصباح والمساء بأورادك، ثانيا أن تستر محاسنك.